يعني مجاوبا على سؤالك. جاوبا على سؤالك نعطيك معناها حاجات ملموسه كونكريت. اقترحت ملف على الاعلام وليت نصور ترفض. اقترحت ملف على تيلا والقاسرين كيما الملف اللي عملته صافي كيلكو جو صافي دي جور توا يمكن جمعه ونص ولا اكثر من جمعه ونص على سيدي بوزيد. ملف على القافله نتاع تيلا والقاسرين ترفض. نيكولا بو يكلمني من فرنسا قبل ب10 ايام ملي يجي قال لي جو فوز اكورد اون انترفيو اكسكلوزيف بور لا تيليفزيون ناسيونال. كلمت المدير واعلنته من الاول كان مرحب. قبل بنهار من الموعد اللي كان محدد معنا نهار الخميس اللي فات يقول لي توا من هوني ال5 نتاع العشيه تو نجاوبك. بيان سور ما جاوبنيش نستنى فيه توا داكور. كل فما حاجات تصير هكا وجو نو سو با لا سول. فما برشا ناس يجيبوا ملفات عندهم ملفات جو دير معناها ان سوجي ا تريتي اللي عنده قيمه ان سوجي اوف دو فون يخليهم على جنب. واش نلقاو من بعد؟ نلقاو مشاغل الصيد البحري، مشاكل التعاضد الفلاحي، مواضيع وملفات تتحل على قضايا مشاكل حاجات من النوع هذيا. وي جيم بيان مي فما حاجات ما اهم. عندي انا توا في تونس المشكله الانيه والساخنه واللي بها الفايده واللي الناس الكل تحكي فيها لبرا. شبي ما فماش ان ديبا ناسيونال سور la nécessité de l'élection d'une assemblée constituante. Je vais me faire un débat national sur la constitution de 59. L'article 59, la constitution de 59 اللي احنا نطبقوا فيها الحكومه تطبق فيها مازالت قائمه الذات اللي خرقناها 3 ولا 4 مرات. مازالت الكونستيتيوشن هذه مازالت موجوده، مازالت قابله للتطبيق، مازلنا قابلين. فما حوار وطني على المشاكل اللي كيما هكا. علاش ما نحلوش يا سيدي حوار وطني تبناه التلفزه الوطنيه على الاعلام وما هو مطلوب من الاعلام ودور الاعلاميين والطريقه نتاع خدمتهم. وش معناها حريه اعلام؟ وش معناها لا ديونتولوجي؟ وشكون يحدد لا ديونتولوجي؟ الحكومه ولا احنا؟ هاو مسائل مهمه. شبيه هذا الكل ما يدخلش في التلفزه؟ علاش فما كان ملفات نتاع مارشال عمار ومسرحيه الزعيم؟ توا اوجوردي شكون حسب رايك انت شكون ينجم يعاونك في الحكايه؟ يعني دون لابسوليو شنو طالبه انت؟ سامحني اون بروميير ليو انا نشوف وقت اللي تجي التلفزه الوطنيه باش تصور العباد يطردوها. يطردوهم من بكري كي جاوا. اي شنو تطلب انت من حتى احنا بعد طردوها وحتى تونس الوطنيه؟ شنو تطلب انت من الشعب بصفه عامه وكان فما اطراف تنجم تعاونك في المطالب نتاعك؟ شنو هو الكلام اللي تنجم توجهه لها؟ هما ماهمش المطالب نتاعي يا ربي. مطلبنا الناس الكل الثوره وقت اللي قامت على الحريه. الحريه راهي لا تجزأ، الحريه في كل شيء. حريتك انت كمواطن في انك تمارس معتقداتك، حريه اللباس والمسكن والافكار في انك تمارس افكارك مع المجموعات اللي تراهم، وحريه الاعلام ماهوش مطلبي انا راه وحدي. مانيش مسيبه في الهواء، راني جو في بارتي دو بوبل تونيزيان. Je suis sortie manifester et contester le régime de Ben Ali le 14 وقبل le 14 janvier parce que نبيت نحب نتنفس هواء نظيف وحر. يعني مش كانت التلفزه ولا الاعلام، راهو حريه مطلبنا الناس الكل. اللي نجم يعاوني في ذلك الكل كلنا نتعاونوا عليه باسكو لا تيليفزيون ناسيونال سي لا تيليفزيون دو بوبل، سوني لا تيليفزيون ني دو اكس ني دو ايغريك، ماهي لا نتاع هذا لا نتاع هذاك، نتاع الشعب التونسي. دونك كلنا المجتمع المدني، اطراف المجتمع المدني، نتصور الناس في القضاء وفي القانون، جمعيه نقابه الصحفيين المستقلين اللي كيفي وكيفك، الاطراف السياسيه وغير السياسيه، الناس كل المجتمع الكل يساهم في تحرير الاعلام. اما بركه عندي كلمه نحب نقولها، معناها جو سوي ان بو براغماتيك في هذايا. كيف تراو فما دي كاميرا جات تصور خليهم يصوروا، ما طردوهمش. كان ما عداوش البرشا يعداو شويه، كان ما عداوش الكثير يعداو القليل. راو كي تضربوهم وتردوهم جمله يكون فما تعتيم ا 100%. دونك خليوهم حتى لي 10% ولا لي 20% اللي باش يتعداو، راهو سي توجور فوتيل، راهو باقي ينفع. اي مي سامحني المشكله نتاع العباد توا اللي هما يصوروا حاجه بعد يعديوا حاجه اخرى، يعني مش يعديوا 10% من الحاجه هذيك. سامحني يعني مش فوالا الديزانفورم سي سا لو بروبليم. شنو نعملوا في الحكايه هذه؟ ما نعرف شنو نعملوا الا نرجعوا للمبدا نتاعنا، المطالبه الاولانيه انه يلزم الاعلام يتحرر. انا بالنسبه لي انا مطالبي واضحين. يلزم بالنسبه لي نحن في التلفزه وباسمي بالطبيعه نحكي سوبو فما شكون مش موافق. بالنسبه لي انا المدير والرئيس مدير عام لازم يتبادلوا، لازم يتنحاو، لازم يجيو ناس تتوفر فيهم 3 خصال. جو دي بيان 3 خصال رئيسيه، انهم يكونوا مستقلين تماما. يعني مش انا نسميك على خاطر عندي تاثير عليك ولا بور تانتيميدي ولا باش نحاشمك، باش من بعد بالتليفون نقول لك فلان يتعدى وفلان ما يتعداش. السوجي هذا يعدي، السوجي هذا يعطيه 20 سكوند هكا. نعطيك يديك مطلوقين،
عندك حدود انت تعرفها شنو ما تخدم بهم به. دونك الخصله الاولانيه نكونوا مستقلين تماما 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 على الحكومه وعلى اي طرف اخر غير الحكومه. اي طرف سياسي تخدم التلفزه يلزمها تخدم الوطن التونسي والتوانسه به. الخصله الثانيه يلزمهم يكونوا ناس ماضيهم نظيف وايديهم نظيفه. انا ما يساعدنيش يجيني انسان مشكوك في اخلاقياته في التلفزه، انا نحب يجيني انسان نظيف من نظافه ماليه ونظافه اخلاقيه في المعاني الاخرين. وراكم ما فهمتوني، نحب انسان يكون نظيف شوف سي دو بلان لا. وثالث حاجه يا سيدي لازم يكون عنده شخصيه قويه ويفهم في الميدان الاعلامي باش يخلي وقت اللي الصحافي يبدا يخدم حسب القواعد نتاع المهنه ما يبداش يدخل فيه وهو ما فاهم حتى شيء ويبدا يوجه فيه في اتجاهات اخرى تخالف قواعد العمل الاعلامي وقواعد اخلاقيات المهنه. هذو ثلاثه خصال اللي يلزمهم يكونوا مطلوبين في الناس اللي يلزمهم يكونوا على راس المؤسسات الاعلاميه. وانا بنحكي هنا على التلفزه التونسيه اللي تهمني اكثر من اي حاجه اخرى، خاطر انا بنت التلفزه التونسيه، وخاطر انا حسب رايي المتواضع نعتبر لي التلفزه التونسيه هي اهم واخطر وسيله اعلام موجوده توا في تونس. ثم نعملوا حوار وطني شامل على وضع الاعلام وننتخبوا مع بعضنا الكل الاطراف اللي هم الموضوع ان كونساي سوبيريور دو لانفورماسيون كيف في شخصيات وطنيه مستقله باش يعاونونا احنا من بعد الاعلاميين اللي ندخلوا في مختلف المؤسسات انه نمارسوا مهنتنا واحنا محميين بالقانون ونخدموا بالحريه مش بحتى تعليمات. فوالا سي سكو جي ا دير. يعيشك امال. ميرسي. ميرسي ا توا.